الحشيش موضوع محدش بيحب يتكلم عنه. الحشيش مخدر خطير وممكن يدمر حياتك بجد. الكلام ده ناس كتير مش بتحب تسمعه، بس هو حقيقي. احنا مش بنقول انه لازم يبقى ممنوع، لان اغلب الناس اللي بتشرب حشيش مش بيحصل لهم مشاكل كبيرة او بيكون الضرر بسيط. لكن المشكلة إن حوالي 20% من اللي جربوا الحشيش في أي وقت من حياتهم بيقعوا في إدمان حقيقي، وبعضهم بيوصل لإدمان شديد. وده رقم مخيف، لأن ناس كتير بتبدأ وهي مش عارفة هي داخلة على إيه. في أمريكا، عدد الناس اللي بتشرب حشيش كل يوم بقى أكتر من اللي بيشربوا كحول. وفي 2023 واحد من كل 15 شخص بالغ كان عنده مشكلة إدمان حشيش. وفي إنجلترا الحشيش هو أكتر مخدر المراهقين بيطلبوا مساعدة بسببه. النهاردة مش هنتكلم عن الاستخدام الطبي ولا عن اللي بيشربوا مرة كل فين وفين. كلامنا للناس اللي عندها مشكلة حقيقية أو ماشية في السكة دي وهي مش واخدة بالها. وغالبا الكلام دايما بيبقى عن المراهقين عشان المخ لسه بيتكون. بس احنا النهاردة هنتكلم بصراحة عن تأثير الحشيش في العشرينات والتلاتينات. الكلام ده مبني على أبحاث علمية وكمان تجربة شخصية لشخص شرب حشيش يومياً 15 سنة وبطل. الإدمان اللي بيجي على مهله. أغلب الناس ما بتصحاش من النوم تقول أنا هبقى مدمن. الموضوع بيجي واحدة واحدة، تجربة، تسلية، هروب من ضغط، شوية راحة في آخر اليوم. الحشيش بيخلي الدنيا أحلى، المزيكا أعمق، الأكل ألذ، الضحك أكتر، والقعدة مع الصحاب أروق. أول علامة خطر حقيقية هي عدد المرات. لو بتشرب كل يوم أو شبه كل يوم لازم تقلق. كمستخدم يومي نسبة إنك تدخل في إدمان ممكن توصل ل 30%. والمشكلة إنك ممكن تفضل سنين مش شايف الضرر. في الأول بيبقى بس في الويك إند، وبعدين بعد الشغل، وبعدين من غيره مش بعرف ارتاح. ومع الوقت الحشيش بيبطل يفرح ويبقى بس مخدر. يبقى هو طريقتك الأساسية للتعامل مع الحياة، مش بيقويك ولا بيحل مشاكلك، بس بيغطيها زي درع مستخبي جواه. عايز تعرف عندك مشكلة ولا لأ؟ اختبار بسيط. بطل 4 أسابيع من النهاردة مش بكرة. لو حاسس إن ده صعب أو مستحيل، دي إجابة لوحدها. الحياة اللي واقفة مكانها. ناس كتير بتشرب حشيش بشكل مضر، حياتهم بتمشي بالبطء، هم ثابتين والدنيا حواليهم بتجري. وانت صغير مش بتاخد بالك، عشان الحياة نفسها بتزقك لقدام. مدرسة، جامعة، شغل، ناس جديدة. العشرينات بتعدي كده كده حتى لو انت واقف، بس ده مش معناه انك كويس. ده أحسن وقت في حياتك جسديا ونفسيا. سفر، رياضة، علاقات، تجارب، مغامرات. أسهل وقت تبني فيه حياة اجتماعية صحية. تضيع السنين دي وانت مخدر، بتسحب الشاشة ومش بتعمل حاجة، ده ندم صعب. الوقت ده ما بيرجعش. بعد ال30 الدنيا بتتغير. بعد ال30 الصحوبية محتاجة مجهود، والحشيش بيهدم ده بهدوء. مع الوقت ممكن يزود القلق الاجتماعي، فتبدأ تعتذر كتير وتقعد في البيت أكتر. المرة الجاية، بس المرات الجاية بتقل. تبقى صاحب مش ثابت، مش موجود دايما، والفرص اللي بتضيع ما بترجعش. في التلاتينات الناس مشغولة، شغل، جواز، سفر، عيال. الوقت بقى غالي. ولو حياتك واقفة وهويتك مربوطة بالحشيش، التباعد بيحصل لوحده. كتير من المدمنين دايرتهم بتصغر على ناس بتشرب زيهم، ولو الدايرة دي اتفككت الوحدة بتبقى قاسية، والوحدة تزود الشرب، والشرب يزود الوحدة. دايرة مقفولة. الشغل والطموح. دراسات كتير بتقول إن الشرب التقيل للحشيش مرتبط بأداء أضعف، شغل غير مستقر، فلوس أقل، طموح أقل. في العشرينات بتتعلم تبقى شاطر في حاجة. في التلاتينات الناس بتستنى منك نتيجة، والتسامح بيقل. تقارن نفسك بغيرك وتحس إنك متأخر، مش بس في الشغل، في الحياة كلها. تجارب أقل،
سفر أقل، قصص أقل، كأنك عشت أقل. سجن الحشيش. في الأول الحشيش يحسنك، يهديك، يخفف قلقك، يخليك تحس إنك تمام. بس مع الوقت بيبوظ توازن مشاعرك، يزود القلق والاكتئاب، ويخليك أضعف قدام الضغط. تحاول تهرب بمزيد منه فتغرق أكتر. الخبر الكويس، ناس كتير لما بطلت صحتها النفسية اتحسنت بشكل واضح. كل اللي اتقال ده مش مستقبلك، ده بيحصل دلوقتي. لو حاسس إنك متعلق بالحشيش، في طريق خروج. مش سهل، بس يستاهل. وكل ما تبدأ بدري، كل ما تكسب أكتر. ما تضيعش عمرك، لسه في حياة كاملة مستنياك. عشان تدعمنا، دوس لايك وشير وسيب تعليق.